اللي دواء ياكل الدواء. هادو جوج كلمات هي باش كتهدر المافيا المغربيه اللي حاكمه اوروبا. شكون معانا كتكون خونا، شكون ضدنا تكون عدونا، وما كاين غير قرطاس. غادي يجلسوا الرئيس ديال هولندا بالبوليس ديالو بالعسكر ديالو في الدار، حيت عارفين باللي موكرو مافيا مغاربيه ما كيضحكوش. قبل ما نبداو ما تنساش دير لايك الفيديو، طاقي شي صاحبك حتى هو يتفرج، ودوز عندي الانستغرام اللي هو هذا. ما نطولش عليكم، نبداو. الا مشيتي اوروبا وخصوصا هولندا او بلجيكا وجبتي سميت موكرو على طرف لسانك، كلشي غادي يبعد جوج خطوات وغادي تخلع، حيت هاد السميه هادي ديال اخطر مافيا بلبلاها اوروبا. المخابرات من جهه، البوليس من جهه، الصحافه من جهه، والحظيه كذلك من جهه، كلشي جاري معاهم وما خلاو ما داروا والو. وبزاف ديال العرب والمغاربه اللي كاينين في هولندا، الا شي واحد تعداو عليه ولا كريسوه كيقصدوه المغاربه كيتعاملوا معاه وكيحضروا ليه ديالو، حيت هذا معروف على المغاربه الدم ديال الرجوله والتراب ديال الرجال والمعامله، حيت الاغلبيه ديالهم ريافه، والريافه معروف عليهم باللي عندهم غير نيشان وما يدوزوكش ويموتوا معاك. ولكن اللي يغلط معاهم طاسه وحده ولا قبر في شي بلاصه مجهوره، حتى شي واحد ما يعرف الجثه ديالو. كل عام دولة هولندا كتحط 500 مليار باش تقضي على هاد المافيا هادي، والو عاد ما كيزيدوا يكبروا بحال كيكبوا الماء في الرمله. وداكشي اللي كيديروا بحال تهريب المخدرات والبيع والشراء في البيضه وتصفيه الحسابات والاختطاف وبزاف ديال الحوايج. من الاخر فين ما جيتيهم تدير لهم تحيه وغتهز الرايه البيضاء، ومخليه دولة هولندا واقفه على رجل وحده. في الستينات كانت اوروبا باغا تطور من راسها وكانت خاصه اليد العامله، وهنا بزاف ديال المغاربه وبزاف ديال العرب هاجروا لتما باش يخدموا ويبنيو المستقبل ديالهم ويكونوا عائلات تما فعلا كيخدموا وكيتزوجوا وولدوا. وواحد الوقت تقريبا كاع الشركات سدوا، وهنا الاكثريه ولا ما عندهم لا خدمه لا والو. هنا الشباب كيف ما كتعرفوا كيختاروا الطريق السهله اللي هي التجاره في المخدرات او السرقه، حيت كان صعيب التاقلم مع الشعب الهولندي، حيت خاصك المده طويله باش تاقلم معهم، عكس دولة اسبانيا او ايطاليا الشعب ديالهم ساهل تندمج معهم. وهنا دوك العائلات المغربيه اللي كاينه تما مقسمين الى 3 اقسام. هنا القسم الاول هما اللي ما قدروش انهم يندمجوا معهم وكانوا كيحسوا بالعنصريه، وهما اللي دوينا عليهم كيتبعوا الطريق ديال السرقه وتجاره المخدرات. اما الصنف الثاني هما اللي قدروا يدمجوا ولادهم بحال مثلا في الرياضه، بحال رياضه كره القدم، بحال مثلا اللاعب زياش، يعني حتى هما من اشهر اللاعبين اللي كاينين في هولندا. من القسم الاخير هو اللي دمج ولادو في الرياضه، بحال مثلا رياضه الفنون القتاليه، بحال مثلا شكل بدر هاري او جمال بن ستار. وهنا النوع الاول اللي دوينا عليه بدا كيتعلم طرق بيع المخدرات البيضاء وبدا كيطور في راسو، وبداو كيخدموا عند اكبر المافيات في تجاره المخدرات واخطر العصابات اللي كاينه في هولندا. وهنا مع التطور ولاو كيقدروا انهم يهربوا السلعه ديالهم شويه بشويه، دخلهم الفلوس ولاو كيهزوا حتى هما السلاح وكيلعبوا لعب كبير. والبوليس ديال هولندا بدا كيحس بالخطر ديال هاد العصابه المغربيه، حيت فين ما كيشدوا شي واحد منهم كيلقاو مغربي، يعني كيشدوه كيديروا ليه التحريات كيلقاو انه مغربي. والبوليس بدا كيقول للصحافه والمنابر الاعلاميه بلي العصابه المغربيه هي اللي كتبيع المخدرات ومعروفه باسم موركو. وواحد الصحفي سخن عليه راسو وبدا كيكتب عليهم مقالات وكيحكر عليهم مزيان، بدا كيقول باللي المغاربه هما اللي كيدخلوا المخدرات لهولندا، هما اللي كيتاجروا في المخدرات، هما اكبر عصابه كاينه في هولندا. من قوى عليهم الضغط هنا اغتالوه ودار جبهم في هولندا، كلشي ولا كيدوي عليه. والرئيس ديال المافيا الهولنديه من اصول مغربيه، اسم ديالو رضوان تاغي، من نواحي الريف، من تاجر صغير في المخدرات الى رئيس المافيا. وواحد النهار اغتالوه من دبي، وهنا العصابه بداو كيهدوا باللي غادي يقتلوا الرئيس الوزراء الهولندي مارك وولية العهد الاميره كاترينا وغيرهم من الشخصيات الاخرى، وكيهدوا فيهم باللي ما استجبوش لمطالب العصابه والعمل على اطلاق السراح الزعيم. تهديدات اخذتها السلطات الهولنديه محمل الجد، حيث لم تتردد في وضع الحمايه الامنيه خاصه للعديد من الشخصيات السياسيه تحسبا لاي امر طارئ. وهنا غادي نكونوا سالين القصه ديالنا. كنتمنى تكون عجبتكم، نتلاقاو فيديو جديد او بلان جديد. كان معكم ايوب، تهلاو.